انا كنت عامله البشاميل وسلقت المكرونه وعصقت اللحمه، وقلت ارص معاكم صينيتين المكرونه دول. صينيتين مكرونه بشاميل مطلوبين مني اوردر الحقيقه. عملتهم والناس شكرتني عليهم جدا جدا جدا، فانا قلت اوريكم الطريقه انا برص ازاي وبحط مكونات ايه عشان احتمال تنفعكم برضو في رمضان. كلنا طبعا بنستخدم المكرونه البشاميل في رمضان، في عزومات، في حاجه بتبقى خفيفه ولذيذه، وانا بعملها بطريقه خفيفه قوي لان ما بكترش مكرونه خالص. بكتر بشاميل، بكتر لحمه، لكن المكرونه بتبقى اخف حاجه واقل حاجه. جبت الصينيتين دول وفرشتهم كده زي ما انتم شايفين، كبشتين حلوين كده من البشاميل. حطيت كمية بشاميل على المكرونة، على جزء من المكرونة مش المكرونة كلها. المكرونة اللي انا حطيتها الطبقة الاولانية حطيت عليها شوية بشاميل حلوين كده، بحيث ان هي لما تقطعي المكرونة تبقى لازقة ببعضها، ما تبقاش مفرفطة. لان في ناس بتبقى مفرفطاها شوية. الصينيتين دول خدوا كيلو الا ربع لحمة. والحقيقة لا، هو مش كيلو الا ربع، الحقيقة هم 600 جرام لحمة بالظبط، يعني 600 جرام لحمة مع 3 بصلات حلوين كده، مع جوز الطيب، مع فلفل وملح، وعسقتهم. طلعوا النتيجة دي. بس الحقيقة اللحمة ما شاء الله بلدي وجميلة جدا وفيها البركة، يعني ما شاء الله الصواني مليانة لحمة. جبت بقى بحط بقى بعد العصاج، بحط كمية مكرونة بسيطة قوي، يعني يا دوب بغطي كمية بغطي اللحمة بس. يعني بقعد احط كده واحدة بواحدة شوية شوية، بحيث ان انا ما تبقاش في حاجات فوق بعضها، عشان دي بتبقى طريقة خفيفة قوي في المكرونة. وكمان لما بتحط البشاميل ما تبقاش المكرونة تقيلة، لان برضو احنا مش يعني الناس عندي متعودة على المكرونة الأقل في الصينية. حطينا كمية مكرونة مش كتيرة، لا فوق ولا تحت، الحقيقة تعتبر مش كتير يعني لأن أنا ببقي مكرونة. جبت بقى كمية بشاميل سخنة زي ما انتم شايفين كده، عشان أنا بعمل أول بأول عشان ما فيش حاجة تتهدر، لأن البشاميل اللي اتبقى بحطه في الفريزر، وبرضه هبقى في يوم من الأيام أحط معاكم أطلعه متجمد وأقول لكم تفكوه ازاي. بيبقى سهل جدا ومفيش أي مشكلة خالص، وبيوفر معاكم وقت كتير قوي. وقطعت عليها جبنة شيدر وحطيت قطعة زبدة. جبنة الشيدر مع البشاميل بتبقى رائعة وطعمها حلو، وبتبقى كريمية جدا جدا جدا، وبتحط معاها حتة زبدة طبعا، إلى جانب إن في زبدة. بصوا عاملة ازاي لما دابت مع بعضها مع البشاميل السخن، رائعة جدا، وريحتها وطعمها بيبقوا جمال جدا جدا. هنبدأ بقى نحط البشاميل بتاعنا على الصواني. شوفوا تحس انها كريمية كريمية فعلا يعني، لان طبعا داخل فيها زبدة اصلا مع الدقيق وزيت و... وجبنة ولبن كتير جدا، وبحط معاهم شوية شوربة، ده اساسي مع البشاميل بتاعي. هبدأ بقى اظبط بالمعلقة كده، اشوف ايه اللي ناقص وايه اللي زايد واظبط الدنيا. ولازم تخبطيها كده خبطتين عشان البشاميل اللي ينزل تحت برضه، عشان بيبقى فيه فراغات تنزل فيها، وبعدين بتزودي بقى بالكمية اللي انت عايزاها وبتظبطي صينيتك. بتكون انت في الوقت ده مولعة الفرن. بصوا بقى، دي زبدة مع زبادي. الحقيقة المفروض كنت اخلي مثلا نص كوباية لبن، او اخد معلقتين 3 من وش اللبن، بس نسيت يعني عملت بيه كله البشاميل. فالحمد لله لقيت عندي زبدية او نص زبدية كمان، حطيت عليهم قطعتين زبدة حلوين كده، ورحت مسيحاها في الميكروويف، ورحت دهنه بيهم وشها. لا ولا تقولي لي بيض ولا اي حاجه، ما تحطيش بيض خالص، دي بتدي نتيجة هايلة جدا. عارفة لو عندك لبن بس ممكن تحطيه، لو عندك لبن على زيت ممكن تحطيه، لو عندك لبن على زبدة او وش لبن مع زبدة بتحط، بيبقى رائع 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 جدا جدا جدا، وبيدي طعم وريحة ولون هايل جدا. حطينا الصواني في الفرن. طبعا اول ما بتغلي من تحت شوية، تقعد تغلي من تحت شوية كده حوالي 10 دقايق، بتطفي عليها من تحت وتبدأي تولعي عليها من فوق. انا طفيت عليها من تحت طبعا وولعت، شايفين بتغلي ازاي وبدأت تحمر معانا وبتدي لون جميل. وهتشوفي دلوقتي ازاي اللون بقى احلى واحلى، وعايزه اقول لكم الطعم احلى واحلى واحلى. بس للاسف انا طبعا ما اقدرش افتحها لان هي اوردر. بس ان شاء الله لما اعمل ليا صينيه هصورها لكم واوريكم قد ايه بتبقى
جميلة. شفتوا اللون بقى جميل ازاي؟ تحفة. وطعمها وريحتها، الزبادي مع او القشطة مع الزبدة بتدي لون وبتدي طعم خطير جدا. ما تحطيش بيض خالص في البشاميل بتاعك. بتبقى خفيفة، وما تقطعيها كده بتبقى جوسي وجميل. حتى لما تبرد معاكي المكرونة وتيجي تقطعيها بتبقى كده، يعني مش مكتومة ومش مش تخي مش تقيلة، مش ملكومة زي ما بيقولوا. بتبقى جميلة جدا جدا. طبعا يوميها كان مطلوب معاها بانيه مقلي. طبعا تبلنا البانيه بتاعنا الجميل ده بألف هنا وشفا يا رب. مطبخ سوسو عطية طبعا بيعمل لكم كل الحاجات اللي نفسكم فيها. وحمرنا البانيه، بس طبعا والله البانيه كان طالع افتح من كده، بس الكاميرا اللي ظلماه شوية. شفتوا بقى المكرونة عاملة ازاي والبانيه ما شاء الله. والمكرونة صينيتين المكرونة مع البانيه بألف هنا وشفا يا رب. وادي الاوردر بتاعنا خلص النهارده. مطبخ مصرية بيقدم لكم كل حاجات جميلة، وبيقول لكم يا ريت تتابعوني، واشكركم جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان داخل علينا ويدخل علينا بالخير والفرحة والخير يا رب. الاوردر كده بعد ما عبيناه بألف هنا وشفا لاصحابه. والف شكر لثقتكم في مطبخ سوسو عطية. شكرا، مع السلامة.